والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، أولا كل عام وأنتم بخير. كل سنة وأنتم طيبين، وكل عام وأنتم لله محبين وعليه مقبلين وله مرضين وبه راضين وإليه راغبين وإليه فارين. إخوتي، كيف حالكم مع الله؟ في الحقيقة تحيرت ماذا أقدم لكم في هذه الحلقات، واستقر قراري في النهاية على أن نعيش مع حديث للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، أو مجموعة أحاديث، حتى لو قدمت في كل يوم حديثا وشرحه. ولكن وجدت أن مفارقة ابن القيم في رمضان، وهو عليم بأمراض القلوب وأحوالها والسير إلى الله عز وجل معه، ينبغي أن يكون مستمرا. فوجدته عليه رحمة الله بنى كتابا كاملا على حديث واحد، حديث جامع، فأردت الجمع بين الخيرين، شرح حديث وكلام ابن القيم في وقت واحد، وحديث جامع شامل عظيم، حتى أن ابن القيم قال أنه ينبغي على كل مسلم أن يحفظه وأن يتعلمه وأن يعمل به. مع كتاب ابن القيم، كتاب قيم
مع كتاب الوابل الصيب من الكلم الطيب. كتاب جميل، حق جميل، وفيه فوائد. وكعادتنا أيها الإخوة لن يكون همنا هو بلوغ آخر الكتاب، إنهاء الكتاب، وإنما يكون همنا استخراج الطريق إلى الله كل يوم، كل حلقة، في كل يوم، في كل مسألة، الطريق إلى الله من الوابل الصيب من الكلم الطيب لابن القيم عليه رحمة الله. يقول ابن القيم عليه رحمة الله في أول خطبة الكتاب يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. الله سبحانه وتعالى المسؤول المرجو الإجابة أن يتولاكم في الدنيا والآخرة. قولوا آمين. الله سبحانه وتعالى المسؤول المرجو الإجابة أن يتولاكم في الدنيا والآخرة. قولوا آمين. وأن يسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. قولوا آمين آمين. وأن يجعلكم ممن إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. قولوا آمين. اللهم آمين. قال ابن القيم عليه رحمة الله: فإن هذه الأمور الثلاثة اللي هي إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، فإن هذه الأمور الثلاثة عنوان سعادة العبد وعلامة فلاحه في دنياه وآخرته، ولا ينفك عنها أبدا. استفد ابتداء في أول حلقة، في أول هذه الحلقة من الحلقة الأولى، أن الإنسان لا ينفك عن هذه الثلاثة: إما في نعمة وقيدها الشكر، وإما في بلاء وعبوديته الصبر، وإما أذنب ذنبا والواجب المتوجب عليه في الحال التوبة والاستغفار. لا ينفك عبد مطلقا عن هذه الأمور الثلاثة. وإذا كان العبد قائما بالعبودية في هذه الأمور الثلاثة، أنه إذا أنعم عليه شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، هذا عنوان سعادته وعلامة فلاحه. يقول الشيخ: فإن العبد دائم التقلب بين هذه الأطباق الثلاثة. الأول نعم من الله تعالى تترادف عليه. اللهم أدم علينا نعمك وأفضالك، اللهم لا تحرمنا نعمك وأفضالك، اللهم زدنا من نعمك وأفضالك، اللهم ارزقنا شكر نعمك وأفضالك، اللهم تقبل منا شكرنا لك على نعمك وأفضالك. آمين. الإنسان دوما في هذه الحال، حال النعم، في حال إنعام دائم، بمعنى إنك بصفة مستمرة في نعمة واصلة إضافة إلى نعمة حاصلة. في نعمة حاصلة موجودة وهي نعمة الحياة، إنك لسه حي. في نعمة حاصلة أصلا إنك بتشوف، وإنك بتتكلم، وإنك بتسمع، وإنك بتتحرك، وإنك بتحس، وإنك بتفهم، وإنك بتنطق إلى آخره. نعم حاصلة، نعم موجودة أساسية. نعم واصلة في نعم جديدة، وهي استمرار هذه النعم. دي نعمة متجددة، يعني كل ما تتكلم يبقى نعمة الكلام فيها جديد، انك لسه بتتكلم. كل ما تستمر تشوف ان عينك لسه بتشوف،
يبقى نعمة البصر نعمة متجددة، والكلام متجددة، والسمع متجددة، دقات القلب متجددة، وحركات المعدة والأمعاء متجددة، والرجلين والإحساس، كل هذه نعم متجددة، إضافة إلى نعم حادثة حاصلة جديدة. في نعم بتستجد كل يوم، تلاقي في نعمة جديدة. قال سبحانه: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. في نعم باطنة انت ما تعرفهاش، وانت مش واخد بالك منها، وانت مش حاسس بيها، وانت ما بتشكرهاش. عشان كده ربنا قال: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. وفي الآية الأخرى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. سبحانه وتعالى جل جلاله، بمغفرته ورحمته استمرت النعم. الشاهد أنك في نعم حاصلة، ونعم واصلة، ونعم متجددة، ونعم حادثة بصفة مستمرة كل طرفة عين. هذه النعم اللي مغرقاك ليل ونهار، في كل لحظة، في كل طرفة عين. طب نعمل ايه؟ قيدها الشكر. كيف أشكر؟ يقول الشيخ: والشكر مبني على 3 أركان: الاعتراف بها باطنا، والتحدث بها ظاهرا، وتصريفها في مرضاة وليها ومسديها ومعطيها. فإذا فعل ذلك فقد شكرها مع تقصيره في شكرها. يبقى يقوم ساق الشكر على 3 أركان. الأول الاعتراف بها باطنا، إنك تعترف من جوه قلبك إن دي نعمة. ابن القيم في كتاب الفوائد بيقول إيه بقى؟ ومن لطيف التعبد بالنعم أن تعلم أنها من عين جود المنة. الاعتراف بها باطنا إنك تعترف جوه قلبك إن أنت في نعمة. مثلا نعمة الفهم، عشان دي بيضل بها كثير من الناس. واحد حاسس انه بيفهم. عشان تستمر هذه النعمة وتزيد لازم تشكر ربنا عليها، على انك انت انسان بتفهم. عشان اشكره على نعمة الفهم لازم اعترف ان الفهم ده من الله، مش انا بفهم، لا، ده ربنا اكرمني ان انا بفهم. هي دي، انك لازم تعترف باطنا. ما هو ياما ناس بيعترف ظاهرا قدام الناس، كلام، والله انا في نعم، والله ربنا كرمني، والله ربنا اعطاني، كلام بلسانه، لكن من جواه زي قارون إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. قال إنما أوتيته على علم عندي. كتير من الناس مغرور بالنعم، مشغول بالنعمة عن المنعم.
تقول له احمد ربنا على النعم اللي انت فيها، يقول بجهدي، بتعبي، بعرقي، ده مجهودي، ده تعبي. والحقيقة لو حبينا نفهمه نقول له ببساطة ان ناس كتير تعبوا اكتر منك وعرقوا اكتر منك وبذلوا اكتر منك وما خدوش نص اللي انت فيه. ربنا اعطاك ولم يعطهم، واكرمك وحرمهم. يبقى القضية مش بالسعي ولا بالجهد ولا بالبذل، دي ارزاق وقدر. قدر. انت لو عرفت بصيت قبل 20 سنة في حياتك، 10 سنين في حياتك، ازاي ربنا ممشيك كده وبعدين كده وحط في طريقك ده وبعدين جعل في طريقك ده وقربك كده وصرف عنك ووداك ووجهك. قد ايه عداك في مسالك ونجاك من مهالك لو ان الانسان نظر الى النعمة. عشان كده ربنا امرنا ان نتدبر النعم. قال فاذكروا، قال الله جل جلاله فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. عشان كده الثانية التحدث بها. يبقى نمرة واحد الاعتراف بها باطنا، أن تعترف من قلبك فعلا وبمنتهى الحسم في هذه المسألة أنه وما بكم من نعمة فمن الله. وما بكم من نعمة، من نعمة أي نعمة، أي نعمة مهما دقت وصغرت فمن الله مش منك. لذلك كان شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول ليس بي ولا مني ولا لي ولا في. ليس بي ولا مني ولا لي ولا في. انا ما فيش، انا ما فيش حاجه، انما انا بالله. هو ده الاعتراف بها باطنا. ابن القيم قال في الفوائد لن ينتفع بنعمة الله من العلم والإيمان إلا من عرف نفسه ووقف بها عند حدها ولم يتعد طوره ولم يقل هذا لي، وإنما علم أنه من الله وبالله. فالله هو المان به ابتداء وإدامة. ربنا اللي من عليك بإيجادك ابتداء ومن عليك بإدامة وجودك سبحانه وتعالى. يبقى الأولى لكي تشكر الله الاعتراف بها باطنا. الثانية التحدث بها ظاهرا. ودايما أنا أقف مع الإخوة في الحتة دي كتير وأقول عمرك في حياتك قعدت مع حد وسألته عامل ايه؟ يقول لك والله زي الفل الحمد لله تمام التمام. صحتك عامله ايه؟ الله اكبر زي بطل تمام. والعيال عاملين ايه؟ اللهم بارك، عيالي ما فيش احسن من كده، احسن مما احلم. والفلوس عامله معاك ايه؟ يوه غرقانين في نعم ربنا. الفلوس كتير بس النفس اللي تصرف. انا مش عارف اودي فلوس منين، كل ما يوم بقول يا رب بس كفايه كده، يا رب انا هوديهم فين دول؟ عمرك قعدت مع حد وقال لك كده؟ اي حد في الدنيا ما حصلش. للاسف الشديد ان الناس بتنكر نعمه الله. يعرفون نعمه الله ثم ينكرونها. ما بقولش انه وحش، بقول انه خايف على نفسه من الحسد، خايف على نفسه الى اخره، لكن هو ده انكار النعمه. والاخطر من دي
وخلي بالك منها لأنها خطيرة جدا. ودايما فعلا والله كثيرا ما أقول لمن حولي هذا الكلام: إن الله لا يحب من عبده هذا. بقول لهم ربنا ما يحبش كده، اللي هو إيه؟ إن اللي ما بيتحدثش بالنعم ده تفاجأ بيه بقى لما يبتلى. جاله شوية صداع يكسر الدنيا ويقول للدنيا كلها بالتليفون: الحقوني أنا عندي صداع، دماغي هتنفجر، أنا حاسس إن شعر راسي مسامير بتدق في دماغي، أنا حاسس إن، ويفضل يوصف البلاء بالتفاصيل الدقيقة، مع إن العكس هو المأمور به. احنا مأمورين، قال الله: وأما بنعمة ربك فحدث. ومأمورين عند البلاء بالصبر، والصبر حبس اللسان عن الشكوى وحبس القلب عن التسخط. إذا بنا نضيع الأمرين، تفاجئ بيه عند النعم مكتم، عامل ايه؟ ادعي لنا. والاخبار ايه؟ الله المستعان. يحسسك، وقلت انا القصه دي قبل كده، ان كل ما قابل واحد: ادعي لي ادعي لي يا عم الشيخ ربنا يفرج كربتي، وابقى خايف انا كمان: يا رب فرج كربه، يا رب يا رب فرج. لحد ما مسكت واحد قلت له: هي ايه كربتك؟ قال: اصل مراتي زعلانه هو ده الكرب، انا في كرب شديد، ادعي لي ربنا يفرج كربي. هو ده الكرب. ايه يا ابني في ايه؟ هي دي المشكله الكبيره، ان الناس لا تتحدث بنعم الله وتتحدث بالبلاء وتفاصيل البلاء، تفاصيل عجيبه. مش هذا لا يحبه الله من عبده. الله يحب من عبده أن يذكر النعم. فاذكروا آلاء الله. قول أنا عندي ومعايا وربنا اداني وأكرمني، وحصن نفسك بقى برعية، وحصن نفسك بالدعاء، وحصن نفسك بقوة الإيمان. لا تضرك أعين الحاسدين إن شاء الله. وفي نفس الوقت عند البلاء اكتم البلاء، ما تتكلمش كتير. معنى الصبر حبس القلب عن التسخط وحبس اللسان عن الشكوى. تشكو من يرحمك إلى من لا يرحمك. الأولى الاعتراف بها باطنا، 2 التحدث بها ظاهرا، 3 تصريفها في مرضاة وليها ومزديها ومعطيها. سبحان ربي العظيم. لو واحد شاف واحد محروم من نعمة البصر فعرف قدر نعمة البصر، فقال: والله لأتصدق ب1,000,000 جنيه شكرا لله على نعمة العينين. ثم نظر بعينيه إلى الحرام فما شكر نعمة الله. شرط الشكر استعمال النعمة في طاعة المنعم. شرط الشكر انك تستعمل عينيك في طاعة ربنا. عصيت ربنا بعينيك يبقى ما شكرتش نعمة العينين، حتى ولو انفقت مالك كله شكرا لله. مش ده الشكر، مش ده بس الشكر. شرط الشكر تصريفها في مرضاة وليها ومزديها ومعطيها، فإذا فعل ذلك فقد شكرها مع تقصيره في شكرها. مهمة جدا الفايدة الأخيرة دي، إن مهما فعلت لم تشكر. إزاي؟ يعني أنا دلوقتي ما عصيتش ربنا بعيني وتصدقت ب1,000,000 جنيه شكرا لله على نعمة العينين، وعالجت وساعدت كل محروم من نعمة البصر، يبقى أنا كده لسه ما شكرتش؟ نعم. إزاي؟
اقول لك المره الجايه في الحلقه القادمه. احبكم في الله واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر